أعزائي وأحبابي عاشقي اللغة العربية، الناس اللي هم عايزين يتعلموا بقى النحو من البداية للنهاية. النهاردة هنبدأ نعلمكم أنواع الكلمة، ودي البداية الطبيعية لمن يريد أن يتعلم النحو، إنك أنت تعرف الكلمة اللي أنت بتقراها هل هي اسم أم فعل أم حرف. يبقى اللغة العربية الكلمة فيها اسم وفعل وحرف. طيب النهاردة هنبدأ مع بعضينا البداية العادية إننا نتعرف على الاسم. مش لازم دلوقتي نتعلموا إعراب، بس أنا عايز الطالب أو الأم أو الناس تبص الكلمة تقول دي اسم. طب إيه هو الاسم؟ الاسم هو ما دل على شيء معين. هو ما دل على شيء إيه؟ معين. فلو قلنا مثلا كلمة رجل، فكلمة رجل دي اسم. طب ايش عرفني؟ واحد يقول لك اصلها تقبل الالف واللام، صح. واحد يقول لك اصلها تقبل التنوين، صح. طب نوع الاسم ده ايه؟ ده بنسميه الاسم الظاهر. الاسم ايه؟ الظاهر. طب ليه سمينا اسم ظاهر؟ لانك انت اول ما قلت كلمة رجل رسمت في عقلك صورة رجل، شجرة، جذع ونخل وورق وكده. يبقى معنى الكلام هي اسم ظاهر في معناه. اسم ظاهر فين؟ في معناه. طب الاسم الثاني قد يكون مثلا قلت لك ايه؟ انا. تقول انت مين يا حاج انت؟ طب نحن. انتوا مين بالظبط؟ ده اسم مضمر وهو نوع من انواع الاسم. طيب ولما اقول لك ايه مثلا؟ هذا، الله، ما هي اسم برضه. هذه. طب الذي. طب التي. لا ده اسم مبهم. اسم ايه؟ مبهم. فالاسم في اللغة قد يكون اسم ظاهر او اسم مضمر او اسم مبهم. وده هنقعد بقى نمسك بقى بالتفصيل الممل، يعني اسماء مبنيه، ويعني اسماء معربه، ويعني ايه اعراب الكلمات دي. كل ده هنتعلموه في حلقات منفصله عشان يبقى الكلام واضح في ناحيه معينه. اهم حاجه عندي دلوقتي ان الانسان او الطالب او القارئ يعرف ان ده اسم، والاسم هو ما دل على شيء معين، والاسم ثلاثه انواع: الظاهر والمضمر والمبهم. طيب النوع الثاني من الكلمات هو الفعل. هو ما دل على حدث. هو ما دل على ايه؟ على حدث. الحدث ده قد يحدث في الماضي فيسمى فعل الماضي، قد يحدث ويستمر في الحدوث فيسمى مضارع، لسه ما حصلش وهيحصل في المستقبل فنسميه الامر. فالفعل في اللغه ماضي ومضارع وامر. الماضي زي كتب، ومضارع زي يكتب، والامر زي قم للصلاه. يبقى معنى الكلام الفعل بدلالته على الحدث. طب الفعل ده هل هو يقبل الف ولام؟ لا. طب يقبل الكسره؟ لا. طب يقبل التاء المربوطه؟ لا. فالاسم يقبل الالف واللام والتنوين والتاء المربوطه، ده من علامات الاسماء، والكسره. عشان كده اقول لك ايه؟ الفعل لا يكسر. الفعل لا يكسر. وبرضه في الحلقات اللي جايه هنفصل على اعراب الافعال كلها. فالكلمه يا اسم يا فعل يا حرف. الحرف ليس له معنى. جميل. ليس له دلاله معينه. تمام. طب ايه وظيفته في اللغه العربيه؟ قد يستخدم الحرف كحرف الجر مثلا، وحرف العطف، وحروف النصب، وحروف الجزم، وغيرها من الحروف. هذه الحروف ليس لها معاني معينة ودلالات معينة، وليس لها دلالة، وإنما تؤثر في إعراب ما بعدها. فيجي لك الحرف الجر تقول وراء اسم مجرور، يجي لك حرف العطف يقول لك وراء اسم معطوف، حرف النصب بينصب المضارع. فالحروف لها تأثير في إعراب اللي بعديها، إنما هي ذات نفسها يقول لك حرف مبني ليس له محل من الإعراب. فالكلمة وتصنيفها في اللغة العربية اسم وفعل وحرف، وكل له دلالة وشكل إعرابي. وشكل إيه؟ إعرابي. تفصيل الكلام بقى عن النهاردة، وهنبدأه مع بعضينا الحديث عن الجملة الاسمية وأنواع الإيه؟ الأسماء. يبقى قلنا الاسم كم نوع الأول؟ الظاهر والمضمر والمبهم. طيب قبل ما نتكلم بقى عن اعراب الجمله الاسميه، ونتكلم بقى عن المبتدا والخبر وانواع الخبر وكان وكده، مش هنتكلم عن ده دلوقتي. هيتكلم الطالب انه يعرف الاسم ده ايه. احنا قلنا الاسم من حيث المعنى هو الظاهر والمضمر والمبهم، وده برضو عايز شرحه اثناء شرحنا تاني. الاسم له نوع تاني بقى
قد يكون تعريفا اللي هو المعرفة والنكر، فقد يكون معرف وقد يكون نكر. فلو قلنا مثلا الرجل، ده نكر ولا معرفة؟ لا ده معرفة. معرف بإيه؟ معرف بقال. فوسيلة التعريف اللي الطالب متعود عليها المعرف بإيه؟ بقال. أمال لو قلنا محمد، واحد يقول لي لا دي نكرة، إزاي؟ أصل ما فيهاش ألف ولام. لا، أنواع معرفة كتيرة، فمحمد هنا معرف بالعلم. بالعلم، ده علم. يعني ايه علم؟ يعني اسم بني ادم. عندك قطه ليها اسم معين، ده علم لقطه. فالاعلام هو اسم يطلق على نوع معين. مصر ده علم لبلد. قد يكون المعرف اسم اشاره، وده هناخده تاني. وقد يكون اسم موصول، وقد يكون ضمير، وقد يكون معرف بالاضافه. فمش كل التعريف عندك هو المعرف بألف ولام، ده المعرف بألف ولام نوع من أنواع المعرفة. طب النكرة، وبقى الفرق اللي عايزك تخلي بالك منه. النكرة كلمة عامة مبهمة، فلو قلت رجل، طيب عايز أعرف دي نكرة ولا معرفة؟ أقول لك بطريقة سهلة، حط عليها ضمتين كده هتقول لي إيه؟ الرجل بقت نكرة. طب حط تحتها كسرتين، رجل نكرة، رجلا نكرة. فالنكرة هي التي تكتسب التنوين. طب لو انا جبت كلمة الرجل، ينفع اقول الرجل؟ ما ينفعش. الرجل ما ينفعش. المعرفة تعرف حركة واحدة. اما النكرة يوضع عليها ما يسمى التنوين، فتحس ان انت بتنطق نون في الكلمه، ده مش نون، ده تنوين، الضمتين والكسرتين والفتحتين. وده تاني تصنيفه من انواع الاسماء. فانا داخل على اسم دلوقتي عايز اعرف نوعه كمعنى، ونوعه كتعريف وتنكير. والنوع الاخير في الاسماء ان الطالب يعرف هل الاسم ده معرب او مبني. معرب او ايه؟ او مبني. وده بقى اللي هنعمل له الحلقه الجايه عشان نتعرف على انواع الاسماء المعربه وانواع الاسماء المبنيه، وايه الفرق بين كلمه معرب ومبني. ونشوفكم الحلقه الجايه على قناه رجبيات.